يسعد أوقاتكم حبايبي من وين ما كنتوا تتابعوني. أشكر كل المشتركين والمشتركين الجدد اللي شاركوا بقناتي مطبخ مريم الأكلات الصحية. اليوم راح يكون فيديو مالتنا طريقة عمل الخبز العراقي. إذا حبيتوا الفيديو سووا ليكوا شير، وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا، فعلوا الجرس حتى توصلكم كل إشعارات وفيديوهاتي الجديدة. راح نروح على طريقة العمل والمقادير. 4 أكواب من الطحين الأسمر، 2 معالق كبيرة من الطحين الأبيض، ملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة صغيرة من الملح، كوب من الماء الدافي. بسم الله. راح نجيب طريقة العمل. كوب من المقياس، 4 أكواب من الطحين الأسمر، 2 معالق كبار من الطحين الأبيض، وملعقة صغيرة من الخميرة، وملعقة صغيرة من الملح. نخلط المواد الجافة كلها مع بعضها، وبعدين نضيف الكوب الماء الدافي. بيناتها ملعقتين الطحين الأبيض اللي حطيتها حتى تنطي طراوة للعجين. انتفاخ أثناء الخبز يصير مثل المحلات يجي بفقاعات من تخبزين. إذا تردين تستخدمين بديل إلها ملعقة صغيرة من بيكنج بودر، بس أنا أفضل تستخدمين ملعقتين كبار من طحين أبيض أحسن. إذا استعملتي طحين أبيض استعملي وياه ملعقتين طحين أسمر. تقريبا أنا أكثر معجنات مالتي استعمل طحين أسمر. شقد ما تعجنيه عجين زين شقد ما ينطيج نتيجة أحسن. هنا خلصنا العجين، راح أتركها تختمر وأرجع لكم. هسه هنا راح نشوفكم طريقة عمل المخدم حتى نفتح عليها القرص الخبز. عندي هاي قاعدة قالب مال كيك ومخدم مال طفل والوصلة مال المطبخ. هسه هنا راح افتح الوصلة واخلي بداخلها المخدم مال الطفل. اذا ما متوفر عندكم قاعدة قالب مال كيك، اي قطعة هيك مدورة تحطيها بداخلها حتى بس على شكل مدورة تقدرين تطحين عليها قرصة الخبز. هسه راح ابدي هنا اسوي القرص مال الخبز. راح اسويها وسط، مو كلش صغيرة ولا كلش كبيرة. اني عجنت عجيني شوية حتى بس اشوفكم يا طريقة العمل الخبز العراقي بالبيت بالفرن وبدون تنور. هنا السمسم حسب الرغبة. هنا اني شوف اغمسها بالسمسم حتى شنو يلتصق السمسم زين بيها، حتى اثناء الخبز ما راح يوقع سمسم من عندها. شوف بهاي الطريقة راح اسويها، وراح ارش شوية طحين، راح اقلبها بالعكس واكمل افتحها. هسه راح اشيلها واحطها على المخدة واكمل افتحها على المخدة. المخدة هنا كلش ضرورية. بهاي الطريقة حتى اقدر افتحها. راح اتركها 5 دقائق ترتاح وبعدين احطها بالفرن. هنا شوفوا على قاعدة فرن راح احطها بايدي. شوف السمسم يبقى على الجهة الخارجية بهذا الشكل. الفرن محمي سابقا من الجهتين. من تحميه زين راح يطلع نتيجته كلش حلوة، كأنك انتي خابزتها بتنور مو بالفرن. شوفي شكله قد حلو طلع، ما بكم كأنه مخبوز بالتنور وطري، لان قاع الفرن تكون كلش حارة مثل التنور. وهنا كل شوية راقبيه حتى بس لا يحترق. وبعدين الترك هنا بعد يراد له شوية اللخ. هسه راح اشيله. حطيت الصينية فوق، راح احطه بالصينية من فوق حتى شوية لخ يتحمص من الفوق بهذا الشكل. شوف قد حلو، كأنك عبالك بالتنور مسويته ولا عبالك بالفرن. كلش حلو. شوفوا من الجهتين متحمص وحلو. ضروري بنات بس تطلعوه من الفرن رأسا غطوه حتى يطرى لا يصير ناشف. هنا خلصتهم كليتهم. شوفوا شكلهم قد حلو، كأنك انتي عبالك خابزته بالتنور مو بالفرن، وكلش طري. اذا حبيتوا الفيديو سووا ليكوا شير، واذا مشتركين بالقناة اشتركوا، فعلوا الجرس حتى توصلكم كل اشعارات وفيديوهات جديدة.